صباح الخير، صباح الرياضة، صباح الرياضة على أحلى جمهور. أهلا بكم في حلقة جديدة من استباحة رياضية، البرنامج اللي بنبدأ بيه يومنا بحماس وطاقة إيجابية. معاكم دكتور فتح الله الشورى، والنهاردة هنتكلم عن حاجة كل مدرب محتاج يفهمها كويس عشان ينجح ويوصل بلعيبته للقمة. لو عايز تبقى مدرب ناجح وتسيب بصمة في عالم الرياضة ركز معانا، لأن الكلام ده ليك. جاهزين؟ يلا نبدأ. إيه هي مهارات المدرب الرياضي؟ بصوا يا أبطال، المدرب الناجح مش مجرد واحد بيقف على الخط ويزعق للعيبة. لا، ده قائد موجه ومدير، ولو مش بيعرف يدير لعيبته أو يتواصل معاهم بشكل كويس مش هيوصلهم لأي نجاح. المهارات دي بتتقسم لأربع أنواع أساسية. أول حاجة مهارات فنية، تاني حاجة مهارات تواصل، تالت حاجة مهارات تعامل مع الناس، رابع حاجة مهارات إدارية. كل نوع ليه دوره وتأثيره، وهنبدأ النهاردة بالكلام عن أول نوعين. المهارات الفنية. أول حاجة لازم تكون عند المدرب هي المهارات الفنية، يعني يكون فاهم ومتمكن من كل حاجة تخص التخصص الرياضي بتاعه، ومن أهمها أداء النموذج الجيد للمهارات. يعني لو هيعلم اللعيبة حركة معينة أو مهارة معينة لازم يعرف ينفذها بنفسه بشكل صح قدامه. اكتشاف الأخطاء، سواء أخطاء في التعلم أو الأداء، وده يساعد اللعيبة يتحسنوا بسرعة. التغذية الراجعة، مش مجرد تصحيح غلط، لكن يقول للاعب إيه اللي محتاج يركز عليه عشان يتطور. تحليل الأداء، يفهم كل لاعب بيعمل إيه ويعدله لو محتاج. تحليل الأداء، يفهم كل لاعب بيعمل إيه ويعدله لو محتاج. قيادة الفريق في المنافسات، المدرب الناجح هو اللي يعرف يحمس فريقه ويخليهم يلعبوا بروح عالية في المباريات والمنافسات. مهارات التواصل. المهارات الفنية لوحدها مش كفاية، المدرب لازم يكون عنده مهارات تواصل مميزة عشان يفهم لعيبته ويوصل لهم فكرة بشكل واضح. أهمها التحدث، لازم كلامه يكون مبسط مفهوم ومش مشوش. الاستماع، المدرب الشاطر بيسمع للعيبة ويفهم مشاكلهم. التواصل غير المنطوق، يعني من غير ما يتكلم، يعني لغات الجسد اللي بيعبر عن حماسه أو تعليماته خلال التدريب والمباريات، وده بيتنقل للاعبين. وكده نكون غطينا جزء مهم جدا من مهارات المدرب الرياضي بشكل سريع. المرة الجاية هنتكلم عن مهارات التعامل مع الناس والمهارات الإدارية والبحثية. لو شايف الحلقة مفيدة ما تنساش تعمل لايك شير وسبسكرايب عشان توصل لكل المهتمين بالرياضة، ونشوفكم الحلقة الجاية من استباحة رياضية. خليكم جاهزين ومستعدين، نشوفكم على خير.